مغربنا وطننا وفي فداه، ومن يدس حقوقه يدفرناه. مغربنا وطننا وفي فداه، ومن يدس حقوقه يدفرناه. لا إله إله وما ملاك في كل آن، للحرية جهادنا حتى نراه. السلام عليكم سي زكريا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سي سعيد مرحبا. الأخوات المتواجدين معنا، واشركم مبروكا مسبقا. الله يبارك فيك. معكم زكريا أجدي من مدينة بيرغامو إيطالي، حاليا كنتواجد في تولوز بفرنسا. صراحة الموضوع شيق، والتدخلات للإخوة يعني اللي تدخلوا قبل الصراحة جد إيجابية. غير اللي غادي نحاول نعقب على شي أمور، ربما في الأول غادي نهضروا على الإكراهات، من بعد نعطيو الحلول إن شاء الله. ان شاء الله. غير فيما يخص بالإكراهات، أولا الإكراه الأول أنه التنظيم ديال التنظيم ديال عفوا تنسات لي هذه ديال عملية المغاربة. مرحبا. عملية مرحبا، شكرا. أصلا هي لو كدار باستمرار، بشكل مستمر يكون أحسن. كنقطة النقطة الثانية كنمشيو لديك الفترة الزمنية اللي الناس كتمشي للمغرب وكترجع، يعني كتبقى أولا كتلقى الأسعار جد مرتفعة أولى، ثانيا كتلقى حتى الأسطول في ديك الوقت من طبيعة الحال كتلقى داك الكم ديال الناس اللي جاو كيكونوا كتار على، يعني ملي كنهضروا على ما كيكونش داك التنظيم، لأن في أي حالة كتكون فيه التنظيم يعني في واحد المستوى اللي هو إيجابي من طبيعة الحال، كيكون الأمور سلاسلة من طبيعة الحال، كل واحد من طبيعة الحال كيقضي لغرضو. ومن بعد ملي كيكونوا حتى اللي بأثمان رمزية وكتباع عن طريقة عن بُعد، هنا كنستغلوا واحد الظرفية، لأن واحد الكم ديال العدد اليوم ديال الناس كيمشي حتى ينتهي به المطاف يعني ميناء عاد كيشري البي. تماك الناس كتجيب واحد العدد كبير وما يمكنش باش يمشيو في واحد الوقت، يعني في واحد الفترة الزمنية إلا هناك من طبيعة الحال كيتعرضوا لواحد المجموعة ديال، يعني شنقول لك، الاستفزازات من قبل بعض الشركات بين قوسين من طبيعة الحال، شركات الملاحة البحرية اللي أي شركة كتعطي الثمن ديالها. وهذا نتمناو صراحةً باش تكون واحد التسعيرة يعني واقفة، تكون واحد التسعيرة معروفة سواء للسيارات ولا للمواطنين بشكل عام، وتكون معروفة ومفهومة وما يكونش فيه لا زيادة ولا نقصان، لأن للأسف اليوم كيبغي واحد يدوز داك الشهر يعني في البلاد ديالو كيلقى راسو يعني عنده صعوبات بزاف. فهاد الصعوبات ملي كيلقى واحد الثمن جد باهظ كيحاول كاع يلغي داك الفواياج، كيقول بلاتي ربما حسن ليا ندير فواياج هنا في أوروبا غادي يطلع ليا رخيص، ولو أن حبة ديال البلاد من طبيعة الحال ما كيخليوهمش. لهذا نتمناو من طبيعة الحال يكونوا واحد الأثمان معروفة، ولما لا ما يؤسفنا حقًا هو أننا للأسف حنا واحد الكم الهائل ديال الجالية المغربية اللي كتواجد من طبيعة الحال خارج البلد، ولكن ما يؤسفنا حقًا أننا ليس لدينا أسطول واحد البحري. يعني شكون اللي كيستافد من هذا الشيء كله؟ شركات أجنبية، هما اللي كيديروا الأثمان ديالهم وكيلعبوا الدور ديالهم بكامل الحرية بين قوسين. لما لا من طبيعة الحال يفكروا باش يخلقوا واحد أسطول أو شركات وطنية من طبيعة الحال، هنا كتكون الاستفادة للجميع. كتسمعوني الإخوان؟ وقيلا تسمعوك السي زكريا. هنا كتكون من طبيعة الحال الاستفادة للجميع. هذا غير فيما يخص بالنقل البحري. نمشيو من طبيعة الحال النقل الجوي. أنا غادي نهضر لكم على غير واحد النقطة، يعني منين كنشوفوا مثلا جهة درعا تافيلال، أي واحد الجهة اللي كتواجد منها واحد العدد، واحد الكثافة ديال المهاجرين كبيرة جدا، فين ما مشيتي في الصبليون ولا في فرنسا ولا في إيطاليا ولا في هولندا كذلك ولا في بلجيك، يعني واحد الكم الهائل ديال مغاربة العالم كيتواجدوا من هاد الجهة هادي. وهاد الجهة الحمد لله عندها
3 المطارات بواحد البنية تحتية جد مهمة، اللي هو مطار زاكورا والززات والرشيدية من طبيعة الحال. للأسف ما كانش شي نقل جوي يكون دولي، كاين بعض النقل وطني من طبيعة الحال، ولكن ما كانش النقل دولي. الله بدا من ورزازات هاد الشهر هذا، بدا ورزازات برشلونة وبدا ورزازات لندن. علاش ما يكون بحال هاد المطارات دابا وكذلك في بني ملال، بحال هاد المطارات اللي عندنا في البلاد ما نكتفوا ليها، يعني يدار ليها بزاف ديال النقل ديال الجوي من طبيعة الحال، ويكون حتى نخفّفوا حتى شوية على المطارات الآخرين، إمم. لأن فين كيكون الضغط على واحد المطار مثلًا بحال مراكش ولا كازابلانكا ولا شي مطار آخر كيكون عليه الضغط من طبيعة الحال، راه هنا كتكون شوية الفوضى. كلشي كيقول بغيت ندوز إلى آخره، وكيكون عاوتاني الثمن مرتفع. لكن ملي كيكونوا لا لين يعني متوزعين على البلاد، أي مطار من طبيعة الحال كيستافد، وكيستافدوا حتى الساكنة اللي كيتوجهوا لديك المنطقة، ومن طبيعة الحال تشجيعًا لأي حاجة يعني للسياحة، وكذلك كيكونوا حتى بأثمان جد مناسبة. وهنا كنخفّفوا العبء على النقل البحري. يعني منين une fois أنا كنشوف راسي النقل، يعني النقل الجوي راه كاين بواحد الثمن رمزي، ما غاديش نكلّف راسي ونمشي في الطريق. إمم. كنمشي بطبيعة الحال، أولًا كنربح الوقت، ثانيًا كنشّط واحد يعني شي لالينات أخرين جداد. هاد الفكرة اللي خص تكون عندنا، يعني عندنا الحمد لله بنايات كتيرة ديال المطارات خصنا نخدموا عليهم. يعني ملي كنقول خصنا، يعني السؤال موجه من طبيعة الحال للمسؤولين، نتمنوا باش تكون الأذان صاغية، لأن أي مطار متواجد الحمد لله بنية تحتية مهمة عندنا في البلاد، خاص غير اللي ينشطهم. السي زكريا، فاش تهضر على المطارات وهضرتي على ورزازات، وشكون مطار آخر؟ الرشيدية فيها مطار كاين دولي هو؟ واش عنده المواصفات كاين الدولية؟ وي مطار زوين، مطار كبير، كاين ديال زاكورا والزازات والرشيدية. يعني هادو كينتميو لجهة الدرعا تا فيلالت، وكان حتى ديال بني ملال، ديال بني ملال كان مزيان. منين خدام بني ملال ميلانو راه كان خدام مزيان. منين تحيد للأسف، يعني حتى دوك الناس اللي كيمشيو لبني ملال والنواحي كيوليو دابا كيتوجهوا لكازابلانكا ولا كيتوجهوا لمراكش. يعني مراكش. عاوتاني كنحاولوا نخلقوا الضغط على هاد الأماكن هادو باش واخا. ما يكونش مثلًا. وبالنسبة للنقل البحري، نعم، واش الناس، المغاربة العالم اللي موجودين في إيطاليا، واش نعم. تيتوجهوا مباشرةً من إيطاليا للمغرب، والّا تيديروا لو parcours اللي تيدوزوا من تيدوزوا على إسبانيا وعاد تيجيو؟ كيفاش ديروا؟ عادي، يعني غادي نقول لك تقريبًا واحد 60% ولا 70% كدير الأرض. يعني ملي كنقول كدير الطريق كتوجه على الطريق ديال فرنسا والسبليون، ودير داكور. الخطوات وتدخل. لكن واحد ديك النسبة الأخرى كدير سميتو الباطو ديريكت غراندي نافي فيلوتشي، يعني من جينوفا ديريكتومون للناظور ولا كذلك لطنجة المتوسط. وواحد النقطة منين رجعنا لهذه ديال الملاحة البحرية، أن هنالكم يعني هذيك الوثيقة اللي une fois كتوصل للمغرب كتعمّرها، اللي أصلًا تعفات، ديك الورقة البيضا اللي كتعمر المعلومات ديالك إلى آه. آخره. ملي كنجيو في الطيارة تعفات، لكن ملي كتجي في الباطو كيقول لك خصك تعمّرها. ولو أن خرج فيها بلاغ، وديك الورقة ديال الجمارك كتهم سواء البحرية وسواء الجوية. واش هاد البحرية كاين شي قانون آخر اللي كيسيرها بلا، راه الجمارك وحدها، سواء إلا جيتي عن طريق النقل الجوي ولا عن طريق النقل البحري، هنا كيطلبوها. وغادي نرجع للنقطة الأخرى اللي الأخ الكريم اللي تدخل قبل مني، اللي قال أن هنالكم راه يا الإخوان، راه إلا كان تنظيم جيد، راه وما يخليو دوك الناس دوك المنظمين أيا فهوى، راه ما يمكن يكون شي حاجة اللي ما يمكن يكون شي حاجة اللي خارج القانون، ما نبداوش نديروها سميتو. علاش هادو دابا علاش حنا هنا كنحترموا القانون؟ لأن من طبيعة الحال كل حاجة واضحة ليك، كل حاجة واضحة وكل حاجة معروفة. وراه حتى في المغرب راه حاجة عادية، غير من طبيعة الحال منين الحاجة ما ديرليهاش الحد، راه ممكن من طبيعة الحال واحد يتجاوزها لظروفٍ ما، ولا العقلية ديالو من طبيعة الحال
شنو كينوي فيها وشنو فيها إلى آخره، نسدّو هاد القوس. ونرجعوا كذلك للمشكل اللي كيعانيوه هادو اللي كيتوجهوا في الطريق. أولًا ملي كيوصل يعني للأسف يعني في الطريق السيار ما كيكونوش دوك الأماكن فين يرتاحوا، داك الشيء كينتهي غير في سميتو واش كيسميو في المنطقة ديال المتوسط، يعني في المنطقة ديال المتوسط من طبيعة الحال، كينتهي داك الشيء ديال كتعطيه القرعة ديال ما إلى آخره. داك الشهر كيكون غير في دوك الشي أيامات أخرين، داك الشيء باش قلت أنا لما لا يكون هاد الشيء باستمرار، لأن إلا كاين هاد الشيء باستمرار من طبيعة الحال كتكون لواحد الانضباطية واحد المسؤولية من طبيعة الحال. ونمشيو يعني ونرجعوا للأسعار ديال التذاكر، هذا هو المشكل الكبير. راه لا يُعقل باش نبداو نجلسوا حتى الآخر حتى يفوت العام وعاد غادي نبداو نغوتوا على التذاكر. الحكومة اليوم القطاع المسؤول اليوم خصو يتخذ التدابير اللازمة ودير الاجتماعات ديالو العاجلة مع هاد الشركات ديال الملاحة الجوية وكذلك الملاحة ديال البحرية، وخرجوا بواحد الثمن واضح، واحد الثمن معقول. لأن راه لا يمكن باش تبدا تجول في أوروبا بواحد الثمن جد مناسب كتبغي تمشي للمغرب كتعرض لواحد اش كنسميوه دابا للأسف أثمان خيالية. أنت بوحدك مثلًا شوية كتحس بالغلا بزاف، فما بالك بواحد الله يكون في العون وهما 5 أفراد ولا 4 إلى آخره. هنا كيكون شوية العبء كتير، ومنين كيضرب الحساب ديالو كما قلت، ملي كيضرب الحساب ديالو كيشوف راه واحد 4000 أورو اللي غتديو ترجعو للمغرب، هذا غير في سميتو غير ألي وريتور غير في النقل، فما بالك داك الشيء اللي غادي يخسر سي زكريا الله يخليك، إلا ممكن تلخص باش إن شاء الله نعطيو الكلمة للسي كنصال عاود كذلك باش يدخل. شكرًا. بخلاصة أن 3 النقط اللي غادي نذكر، أولًا التذاكر خاص يدار فيهم حل. ثانيًا زيادة في النقل الجوي، يعني عن طريق المطارات في المغرب باش نحيدوا الضغط على الملاحة البحرية. نبقاو السي زكريا في المعيقات وإن شاء الله نفتحوا الباب للحلول. أنا غير كنحط ما كان الزمار باش ربما درت تدخل دابا كنهضروا على المعيقات من طبيعة الحال، وكيحط الإنسان الأفكار ديالو كتبقى أفكار عادية بطبيعة الحال ماشي ملزمة، كتبقى غير فكر. لا وفي لا الآخر جميع الأفكار هما نيرة وخاصنا نطرحوها لأن ماشي هذا جزء من التأطير بالنسبة للسياسي، هو أننا كي قال السي عبد الحميد ما نكونوش عدميين، يعني كاينين مجهودات، والهدف كذلك أننا كذلك نعطيو حلول باش نساعدوا القطاع، لأن في آخر المطاف العملية راها تتهمنا حنا كمغاربة العالم. إلا كان عندنا إكراهات خاصنا كاينين حلول كذلك. نتفق معك، أي تدخل وأي نقد راه ما كيتسماش عدمي، غير باش نتفاهموا. لأن إلا ما قلت أنا العيب اللي كاين ما غاديش نلقاو الحل داك العيب ولا لا. صحيح. إلا ما كنهضروا في السلبيات ما غاديش نخدموا على يعني علاش باش نتزوجوها. ولكن بطبيعة الحال إذا سمح لي السي سعد والسي زكريا، إذا سمحت لي واحد ماشي تعقيب ولكن استمرار لما قاله السي زكريا. شكرا. هو صراحة السي زكريا وضع كما تيقولوا أصبع على مجموعة نتاع الجروح اللي كنعيشوها. هي القضية نتاع المطارات، النقطة الأولى اللي تكلم على قضية المطارات هي مغربنا وطننا وفي فداه، ومن يدس حقوقه